تعالى اقول لك بقى على اسرع طريقه واحلى طريقه، وهيرمي معاكي كميه كتير جدا. الطريقه بتاعت طبعا الفطير المشلتت في الطاسه او في الصينيه على البوتاجاز من غير فرن خالص. يلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنشتغل بنص كيلو دقيق، عليهم على طول نص معلقه صغيره ملح، ونص معلقه صغيره بيكنج باودر. هقلب كل المكونات على بعض كده، وميه دافيه معايا للعجين. الدقيق يبقى جميع للاغراض طبعا، يبقى حلو جدا. ببدا بقى انزل بالميه تدريجيا شويه بشويه كده لحد ما العجينه تلم معايا تبقى طريه، ما تبقاش ملزقه في ايديا. هوريكم ازاي. كل ما العجينه تحتاج معايا دقيق بحط على طول دقيق زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لك الفطير ده سهل جدا، لو طبعا الفرن بتاعك بايظ، لو مستعجله، لو في اي مكان حابه تعمليه هتعمليه على طول سريع وحلو جدا. وطريقته كمان ما فيهاش غلبه كتير خالص. هو نص كيلو دي يعني عملنا الكميه اللي انتوا شفتوها معايا في اول الفيديو. بصوا خلاص العجينه اهي طريه وملمومه وطالعه حلوه جدا. يا دوبك ضفت بس معلقتين زيت كده من تحت ومعلقتين زيت من فوق، وهبدا اغطيها نص ساعه ترتاح معايا بس. بعد ما العجينه ارتاحت معايا خلاص اهي، هتتفرد معاكي يعني بمنتهى السهوله. بصي بايديكي، مش محتاجه كمان نشابه خالص. بصي بتتفرد على طول اهي. دي طريقه الفرد اهي، لما يعني خدي بالك بقى منها كويس قوي. سمنه على زبده او سمنه فلاحي لو عندك كمان تبقى حلوه جدا جدا. انا كان عندي سمنه على زبده ضفتهم على بعض كده. وكمان لما تكون طريه بس تكون متماسكه، ما تكونش سايحه قوي، عشان تعرفي تلفي بقى الرول كده على شكل مثلا كانك بتلفي سينابون بالظبط كده. يعني حطيت حوالي نقول 7 معالق كبار سمنة على زبدة كده. إيه، 7 معالق كبار كده مليانين. ببدأ بقى اقفل كويس قوي كده والفها على شكل رول، والجوانب كويس قوي كده ادخلها لجوه. لو حسيتي ان العجينة معاكي السمنة سايحة قوي، بتدخلي عجينة في التلاجة نص ساعة وتغطيها بكيس ستريتش كده، وتطلعيها تشتغلي بيها لحد ما السمنة تتماسك معاكي. المهم بقى انا هقسمها 6. تمام. عشان عشان انا كنت محتاجة 6 فطار في الوقت دوت. ببدأ بقى اعملها على شكل بوجة. بعد ما قسمتها 6 ممكن تقسميها 5، ممكن تعمليها واحدة بس، فطيرة واحدة كبيرة مشلتتة. فحسب ما انت عايزة يعني حجم الفطير قد ايه بتقدري تحددي. فطير الطاسة دوت بيبقى يعني رقيق شوية عن الفطير بتاع الفرن. خلاص سبتها ترتاح 10 دقايق. يعني هفضل بقى همسك واحدة واحدة هفردها على طول بالنشابة كده. بس خلي بالك عشان جواها طبعا سمنة على زبدة. وبرجع اقفلها على شكل بوجة. اخد اللي بعدها برضو اهيت افردها كده بالراحة خالص بالنشابة كده على طول. وبقفل لجوه كده بالشكل ده الجوانب كلها لجوه. تعمليها على شكل بوجة من تحت وتقفلي كويس من تحت وتلفيها كده على شكل كرة من فوق. تاني قدامك اهوت الطريقة. شايفين بقى طريقة الفرد ازاي؟ طريقة سهلة قوي من غير بقى ولا فرد، يعني من غير ولا تعب ولا مجهود. طريقة سهلة جدا تقدري تعملي بيها الفطير طبعا في البيت. فيديو تاني ان شاء الله هنزل لكم بقى الفطير المشلتت اللي هو الكبير دوت يعني بيبقى في الفرن. وهنزل لكم كمان الفطير بتاع الافران، هقول لكم على طريقه سهله برضو ليه. بس انا حبيت اعمل لكم الفطير المشلتت ده على طول على النار من فوق كده. عندك طاسه هتشتغلي فيها، عندك صينيه هتشتغلي فيها، هيبقى حلو جدا جدا. بص انا فردت كله قدامك اهوت، وسبته يرتاح 5 دقايق بس. بجيب بقى الصواني دي هشتغل فيها، وممكن على الطاسه لو عندك طاسه تيفال تشتغل فيها على طول. ببدأ بقى هي خلاص العجينة ارتاحت معايا. دهنت الصينية حوالي معلقة سمنة كبيرة كده مليانة. وابدأ افرد العجينة كده. لو لقيت العجينة ما اتفردتش معاكي غطيها بكيس ستريتش وسيبيها ترتاح 10 دقايق كمان. تمام. كل ما بتريحي العجينة بتاعة الفطير بتطلع معاكي مورقة وحلوة جدا جدا. احط على وشها برضو نص معلقة سمنة كبيرة كده. دي سمنة على زبدة انا خلطاهم على بعض ومسيحاهم كده على النار، ودخلتهم شوية التلاجة عشان يسقعوا معايا واشتغل بيها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. هبدا بقى اعمل بقى بقيه الفطير معايا اهو. جبت صينيه تاني برضو بعمل بوريك ازاي الفرد اهوت. اهم حاجه تدهني الصينيه سمنه. ولو هتشتغل في طاسه تيفال هتحطي في كل ما، يعني كل ما تيجي تحط فطيره هتحطي طبعا سمنه. بص بقى الصينيه خلاص رفعتها على النار. النار لازم تكون متوسطه.
اول ما بتاخد لون معاكي من تحت الفطيره بتقلبيها الناحيه التانيه، ولازم تغطيها بالشكل ده عشان تستوي من جوه كويس قوي. خدت لون كمان من تحت اهو، لسه لقيتها لسه ما خدتش لون. اول ما بتاخد لون اجي اقلبها تاني الناحيه التانيه، يعني هي كلها التسويه بتاعتها بالظبط حوالي 10 دقايق على نار متوسطه. الفطيره بتستوي معاك وبتطلع حلوه جدا جدا على البوتاجاز، مش محتاجه بقى ولا فرن زي ما بقولك ولا اي حاجه خالص. عندك طاسه تانية، اشتغل في الطاسه، وكل ما تيجي تسوي فطيره نفس طريقه التسويه ديت بالظبط، هتطلعي الفطيره وتدهني الصينيه معلقه سمنه وتنزلي الفطيره اللي بعدها على طول. بص انا بوريك النار اللي انا شغاله عليها، هي دي النار اللي انا شغاله عليها في التسويه. خلاص عملت الكميه كلها هي. عندك بقى مش عندك عسل حطي بقى. يعني ده بصراحه يعني احنا كنا محتارين عايزين نفطر يعني الصبح وكده، قلنا نفطر ايه نفطر ايه. حد يصدق بقى ان الكميه دي نص كيلو دي مطلعه لك 6 فطار. طب انت لو عايزاه اتخن من كده هتكبري في العجينه بتاعتك، بدل ما تقطعيها على 6 هتقطعيها على 4، هتقطعيها على 3، هتطلع اتخن من كده معاكي، وتطلع ايه السمك بتاعها تخين عن كده. بس انا بصراحه السمك ده حلو جدا، واستوى معايا على النار وطالع فطيره اهوت مورق معانا اهوت، وطالع حلو جدا. بص انا بطلع لكم الفيديو ازاي طري وحلو جدا. اهم حاجه بتطلعيه طبعا في قلب كده حله وتغطي عليها، كل ما واحده تستوي معاكي ترصهم فوق بعض وتغطي عليه. اهم حاجه تغطي عليه عشان يطلع معاكي طري بالشكل دوت ومورق. اشوفكم بقى في فيديو جديد، وسلام عليكم. والفطير ده ما اقولكوش حلو قوي.